الحلقة دي عن واحدة مشهورة جدا، مش ممثلة ولا مطربة، دي ست قديمة جدا سابت لنا مثل ومشيت، بس احنا لسه بنكرره لحد النهاردة. رجعت حليمة لعادتها القديمة. يلا بينا نشوف أصل المثل والحكاية. المثل ده أصله قديم قوي، بيرجع لأيام العرب قبل الإسلام. حليمة كانت زوجة واحد من أسياد العرب زمان اسمه حاتم الطائي، اللي هو مثل الكرم نفسه. لكن مرات حاتم حليمة كانت عكسه تماماً، بخيلة بتحب تمسك القرش، وكانت لما تيجي تطبخ تحط السمنة بإيديها بالعافية. تخيلي واحدة بتعمل الطبيخ بالسمنة، لكن كل شوية تقول كفاية كده وتكتم على نفسها. وكان حاتم يقول لها زودي يا حليمة السمن يخلي الأكل أطيب، وهي ترد عليه ما هو الطيب يروح في بطن ناس مش مقدرين. لحد ما في يوم